فانت بتواجهك مشكلة الصحيان متأخر وبقالك كتير بتدور على حلول للمشكلة دي، وكل ما تلاقي حل وتجربه ما ينجحش معاك، فالفيديو ده ليك. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن ملخص اول 3 فصول من كتاب نادي الخميس صباحا لروبن شرما. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدأ. الفصل الأول، أهمية الصحيان بدري. في الفصل الأول روبن شرما بيعرفك أو بيقولك تعريف عن مفهوم نادي الخميس صباحا، وهو عبارة عن مجموعة من الأشخاص اللي بيصحوا بدري، والوقت اللي بيصحوا فيه بدري عن الوقت الأصلي اللي بيصحوا فيه. يعني مثلا في واحد بيصحى الساعة 8، هو بدأ إن هو يصحى الساعة 5 الفجر مثلا. ال3 ساعات دول بيخصصهم عشان يعمل حاجة مهمة. الحاجة المهمة دي هو مش عارف إن هو يحطها في نص يومه، زي إنه ياخد كورس أو إنه يعمل أي حاجة تانية هو نفسه يعملها بس مش عارف. بعد كده روبن شارما بيقولك إن في مزايا كتير للصحيان بدري، أهمهم إن يومك بدل ما كان 24 ساعة هيبقى 48 ساعة، لأن وقت الصبح ده بيكون فيه كمية بركة انت مش متخيلها. ده غير ان تركيزنا هيزيد جدا وقلقنا هيقل، لان انت فعلا بتكون صاحي والناس كلها نايمة، يعني مفيش صوت عربيات ولا اي حاجة حواليك. الفصل التاني، الامبراطوريات الداخلية الاربعة. في الفصل ده روبن شارما بيقول ان كل واحد مننا عنده 4 مجالات مهمة في حياته، ولازم ان كل واحد مننا يهتم بكل مجال من المجالات دي. طب ايه هي المجالات دي؟ أول إمبراطورية زي ما روبن شارما بيقول، وهي الإمبراطورية الجسدية، ودي بتتعلق بصحتنا وبتشمل الأكل اللي انت بتاكله والنوم والتمارين أيا كانت. تاني إمبراطورية وهي الإمبراطورية العقلية، ودي بتشمل التركيز والذاكرة والتفكير النقدي. تالت إمبراطورية وهي الإمبراطورية العاطفية، ودي تشمل السعادة والرضا وكل الأحاسيس اللي انت بتحس بيها. رابع إمبراطورية وأنا بالنسبة لي دي أهم إمبراطورية، وهي الإمبراطورية الروحية، ودي بتشمل أهدافنا في الحياة. لازم عشان تنجح في حياتك إنك تحاول إنك توازن بين كل المجالات دي، ودلوقتي هقولك أمثلة على كل إمبراطورية من الإمبراطوريات الأربعة دي. الإمبراطورية الجسدية، إنك تاكل أكل صحي وإنك تنام بشكل منتظم وعدد ساعات كويس، ده زائد إنك تلعب رياضة أنت بتحبها. الإمبراطورية العقلية، إنك تاخد كورسات وإنك تركز على التعليم الذاتي اللي هو بيكون برا المدرسة أو الجامعة أيا كانت. الإمبراطورية العاطفية، حاول إنك تقضي وقت مع عيلتك وإنك تركز على الحاجات البسيطة اللي بتخليك مبسوط. الإمبراطورية الروحية، ودي فيها حاول إنك تحدد أهدافك والحاجات اللي أنت عايز تعملها، وبالذات في الوقت ده لأننا داخلين على سنة 2024. الفصل الثالث، صيغة 2020. الفصل ده روبن شارما بيتكلم عن استراتيجية مهمة جدا اللي هي 20 ودي استراتيجية بتساعدنا إننا نخصص وقت عشان نعمل حاجة مهمة من كل إمبراطورية من الإمبراطوريات اللي كنا بنتكلم عنها في الفصل التاني. ودي عبارة إنك تخصص 20 دقيقة عشان تقرأ وتطور من نفسك أو تاخد كورسات، و20 دقيقة إنك تتمرن، و20 دقيقة للكتابة. طب هكتب ايه؟ بص، انت ممكن تكتب كل حاجة انت بتفكر فيها في دماغك، أو إنك تكتب ايه هو اللي حصل في يومك. وده اللي انا بعمله، كأن انا باجي في اخر اليوم وبكتب كل حاجة حصلت في يومي. ممكن لو انت عايز فيديو نتكلم فيه عن الجورنالينج اكتب لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هعمل فيديو مخصوص عن الموضوع ده. كمان روبن شارما بيقول في نهاية الفصل ده ان الالتزام على الاستراتيجيات دي بيساعدك انك تحقق اهدافك. في بقى بعض النصايح مني اللي هتساعدك في رحلتك عشان تبقى من ضمن الناس اللي في نادي الخميس صباحا. طب ايه هي النصايح دي؟ اول حاجة لازم انك تحدد اهدافك وتعرف انت عايز تعمله في حياتك وايه هي الحاجات المهمة بالنسبة ليك. تاني نصيحة وهي انك لازم تعمل روتين لما تصحى بدري، انك مثلا لما تصحى تعمل كذا وكذا وكذا، وده هيساعدك انك تستغل الوقت اللي بتصحى فيه بدري احسن استغلال. تالت نصيحة وانك لازم تكون عارف انك مش هتلتزم من اول يوم، واول يوم هتقوم من الساعة 5، لا، ودي حاجة عادية جدا. ولو حوار انك تصحى بدري من الساعة 5 ده صعب عليك، ممكن انك تقعد تدرج في اوقات صحيانك. يعني مثلا لو انت كنت بتصحى الساعة 8 تصحى 7 وتقعد تقلل لحد ما توصل للساعة 5 الفجر. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.